وذكر أيضا التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة أن شابا طالب علم أراد أن يسافر إلى بلد لطلب العلم، فكان لا بد أن يرافق قافلة حتى يستطيع أن يقطع المسافة مع قافلة فيهم تجار فيهم رجال ونساء وأطفال، قافلة مجموعة من الناس. فأقبل إلى قافلة وركب معهم ومضى. قطع الطريق عليهم مجموعة من اللصوص، عصابة، أخذوا الأموال، أخذوا الدواب، أخذوا كل ما معهم، حتى إن اللصوص من شدة السرقة نزعوا ثياب الناس وسرقوها، ثياب اللي عليهم سرقوها، ولم يتركوا على كل واحد إلا ما يستر العورة. فجلس هالشاب مع هالمجموعة واللصوص عليهم حراسة ويتقاسمون المال. فالشاب ما خاف ولا ندم على ماله ولا ندم على دابته ولا ملابسه، إنما معه كيس في كتب، والكيس هذا ليس مثلنا اليوم. أنت اليوم لو عندك نسخة من رياض الصالحين وضاع ولا احترق، سهل تذهب المكتبة وتشتري نسخة ب10 ريال، لكن هم في السابق الكتب مكتوبة بخطوطهم، ثم الكتاب عليه تعليقات وكتابات زيادة من عنده لا توجد أبدا عند غيره. الكتاب يسوى عنده واحد من أولاده، وبعض الناس لا يعرف الكتب ولا يقدرها. أحد الإخوة يقول ذهبت إلى أحد البلدان العربية، أحد بلدان الشام، يقول فجأت عند صاحب محل شاورما وخذت شاورما وجنبه أوراق قديمة يأخذ منها ويلف الشاورما ويبيع للناس. يقول فلما أكلت السندويتش نظرت في الورقة فإذا كتاب مخطوط قديم لمصنف الإمام عبد الرزاق، كتاب يعني المخطوطة هذه لو يبيعها على بعض مراكز المخطوطات يمكن تأتي بآلاف الريالات، لكن ما يدري، ويسحب منها الكتب منها الأوراق القديمة ويلف بها الشاورما ويبيع. يقول فرجعت إليه قلت له وقف خلاص، كم بقي من الأوراق؟ قال ليش ماذا تريد؟ قلت أنت ما تدري ما مقدار هذا الكتاب الذي؟ قال والله ما أدري، هذا كتاب عندنا في البيت تبع جدي ما نحتاجه، وقلت ألف به سندويش الشاورما. ما يقدر الكتب. فهذا الشاب يقول هؤلاء الحرامية اللصوص ما يعرفون الكتب وربما إذا فتحوا الكيس بعدما يغادرون ورأوا فيه كتبا ربما ألقوها. فمضى ذلك الشاب حتى جاء عند رئيس الحرامية قال له يا أخي أنتم سرقتم مني شيئا يضرني ولا ينفعكم. قال ايش يعني ثيابك ولا فلوسك قال لا 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 لا، فلوسي ثيابي دوابي انا مثل هالناس سرقتنا كلنا، لكن في كيس في كتب وانا يا اخي طالب علم وافتي الناس، فارجوك كتبي اعطوني اياها بس كتبي. قال والله صدقت كتب احنا ما نعرف ايش الكتب. اين الكيس؟ قال ذلك الكيس، فتح فوجد فيه كتبا فاعطاها له. ثم رئيس العصابة هذا رق قلبه لهذا الشاب وأعجب به، فقال أعطوا الشاب ملابسه، صعبة طالب علم وشيخ مفصخ، أعطوه ملابسه. أعطوه ملابسه ثم قال أعطوه دابته، فأعطوه الدابة، فارتاح الشاب ولبس ملابسه وأخذ الدابة وأخذ كتبه، فأعجب به أكثر صاحب العصابة، وأخذ بعض المال اللي عنده وقال للشاب خذ هذا هدية لك بعد. قال الشاب لا، أما هذا فلا. قال لماذا؟ قال هذا مال حرام ولا يجوز أن أخذ منه. قال من قال إنه حرام؟ قال حرام أمامي، أنت سرقته من الناس، هذه ما تحتاج إلى فتوى. فقال ذلك اللص قال والله إن هذا المال أحل لنا من المطر. قال الآن قدامي أنت حرامي تسرق وتقول إنه حلال. قال طيب تريد أن يعطيك الدليل؟ قال نعم. قال اجلس. فجلس الشاب، فالتفت اللص إلى واحد من التجار قال له تعال. جاء التاجر يرتجف، قال له اللص أنت ما هي تجارتك؟ قال أنا تجارتي في الإبل والغنم قال طيب كم نصاب الإبل؟
النصاب هو المقدار الذي إذا وصل إليه عدد الإبل تأدي زكاتها. النصاب 5، يعني لو واحد عنده 4 من الإبل ما يزكي، عندك 5 فما فوق تزكي. فقال التاجر النصاب 3، قال خطأ. قال 13، قال خطأ. قال طيب نصاب الغنم كم؟ 23، قال خطأ. 77، هي ما هي مسابقة اختيارات، خطأ. قال له يعني عمرك في حياتك ما زكيت صح؟ قال والله عمري ما زكيت. قال طيب روح تعال. ونادى الثاني فجاء. قال ما تجارتك؟ أنا تجارتي في الذهب والفضة. قال كم نصاب الذهب؟ قال ها والله ما أدري. قال لو كان عندك سبيكة فيها نحاس وذهب كيف تقدر تطلع الزكاة منها؟ قال ها. قال لو أن بعض المال حال عليه الحول وبعض المال ما حال عليه الحول كيف تزكيه؟ قال ها والله ما أدري. قال يعني عمرك في حياتك ما زكيت؟ قال لا. قال اذهب. فنادى الثالث ما تجارتك؟ قال أنا في الملابس. فسأله بعض الأسئلة عن الزكاة فلم يجب. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا. فالتفت اللص إلى الشاب وقال شوف هذول اللي كلهم ما عمرهم أدوا الزكاة إن الله يرسلنا إليهم لنسرق أموالهم. فأموالهم حلال، هذا اللي ما يزكي أمواله حلال. طبعا لا يعني إنها فتوى لا أحد بعد يأخذها ويقوم يسرق من الناس يقول العريف يفتانا اليوم، لا هو حرام والله يسرق ويزكي ولا ما يزكي حرام. لكن انظر كيف هذا اللص يعني احتال عليه الشيطان حتى أخرج له حيلة وخطة لأجل أن يعبث بأموال الناس ويسرقها. هذا